السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا المقطع رقم 2 وهو يتبع للمقطع رقم 1. فلو حاب تفهم الموضوع يريد ترجع للمقطع رقم 1 وبعدين ترجع للاستماع لهذا المقطع. المقطع رقم 1 باختصار اعترضت فيه على قانون في ليبيا من أيام القذافي يمنع الشباب الليبي من إعفاء اللحية في الخدمة العسكرية. فأنا قلت هذه هي شيء غير جيد ويجب إلغاءه فورا. أوكي، لاحظوا أني ما قلتش أن هذا الشيء لم يتم إلغاءه، لكن أنا طلبت بإلغائه. على العموم ففي وصلني العديد من الردود، فحبيت اني ارد عليها شفويا احسن من ارد كتابة، حتى يستفيد الجميع يعني، وحتى تعرفوا انتم طريقة تفكير بعضكم كشعوب عربية او كشعب ليبي اصلا يعني. فيعني اولا في واحد قال لي ارخي روحك شوية. طبعا نعم انا كنت مشدود حقيقة يعني في المقطع يعني. في واحد قال لي اهم نقطة حبيت ارد عليها. في واحد قال لي انا قلت في المقطع مش من انا يعني كنت رافض الدخول للخدمة العسكرية وحلق لحيتي من باب الكرامة مش من باب الدين. فهو قال لي طبعا ان هذا باطل باطل. نعم معك حق، لكن اخي الكريم انا عندما اتخذت القرار باني مش حنحلق لحيتي واني في يعني في خلال فترة الخدمة العسكرية، في ذاك الوقت انا ما كنتش نصلي اصلا، يعني في سن حوالي 20 او 19 سنة. انا بدأت الصلاة في سن 21 سنة، فقبلها انا ما كنتش نصلي. فلا يصح عقلا ان ادعي باني رفضت حلق اللحية من منطلق ديني، لاني اصلا انا ما كنتش نصلي. كيف مثلا انا الحمد لله ما نسكرش. هل نجرؤ حتى الان نقول باني انا لا اسكر لاني انسان متدين؟ لا، انا حتى في فتره اني ما كنتش نصلي برضه ما كنتش نسكر. يعني الله سبحانه وتعالى مش بليني مش مبتليني بالخمر، يعني انا لا احب الخمر اصلا، فحتى لو كانت حلال انا لا احبها. فهمتوا كيف الفكره؟ فالكلمه لم يقصد بها اني انا من باب الكرامه وليس من باب الدين بالمعنى الحرفي للكلمه. مقصود من الكلمة اني انا لما اتخذت القرار ما كنتش اصلا نصلي، فاتخذته من باب الكرامة، ان لا ارضى ان احد يفرض علي لباس معين او زي معين. هذه حاجة. الحاجة الثانية، واحد قال لي يجب عليك الانضمام الى تمرينات كيف يتحدث الرجال. قد يرى البعض بان طريقتي في الكلام هي طريقة نسائية، لكن الله غالب، يعني هذه خلقة الله سبحانه وتعالى وما نقدرش نغيرها. طبعا ما مش عارف احتراضها كان على ايش، هل على اللبس، هل على نبرة الصوت، هل على المصطلحات مثلا. انا ما نعرفش بصراحة يعني يعني على اي اساس قال باني اتحدث كالنساء يعني. فيا ريت انه يوضح لي بس يعني عشان نفهم ونغير الطريقة. مش عيب نعدي، مستعد نعدي دكتور نفسي او دكتور علم اجتماع يعلمني كيف نتصرف بطريقة رجولية يعني. على العموم في واحد قال لي ما فيش قانون اصلا وانت مش فاهم، والدليل تحريمك لما احل الله في مقاطعك عن تعدد الزوجات. يعني هو قال لي ما فيش قانون اصلا، والدليل وانا مانيش فاهم في الدين بكر، والدليل اني انا حرمت تعدد الزوجات. طبعا انا عندي مقطعين عن تعدد الزوجات، ممكن ترجعوا لهم تشوفوا وين انا حرمت تعدد الزوجات يعني. في واحد قال لي برضو دير مقاطع بالانجليزي، هو قالها من باب الاستفزاز لي يعني، ما دمت انا عايش في دوله اجنبيه علاش ما نديرش مقاطع ونتكلم فيه للاجانب يعني. هو سبحان الله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علي اني تعلمت اللغه الانجليزيه، والحمد لله عندي مقطع في اللغه الانجليزيه يعني انتقد فيه الحكومه الفرنسيه على منح للحجاب، وكلامي وانتقدت فيه وتكلمت فيه، مش انتقدت، تكلمت فيه، وجهت كلامي للامريكان وللكنديين وللاوروبيين بشكل عام. فالواحد على قد ما يقدر يدير يعني، وحتى لو كان ما عندش مقاطع بالانجليزيه هذا مش عيب يعني. مش المفروض اني ندير مقاطع بالانجليزي وبعدين ندير مقاطع بالعربي. هذا خيار يرجع لي انا. لو بنتكلم على دوله معينه او شخص معين ننتقده، هذا يرجع لي، الموضوع يرجع لي انا. اوكي. في وحده او واحد قال لي ان الشراقه هبله، لما شاف المقطع قال لي ان الشراقه هبله. اولا احبائي الكرام، يعني جدودي من طرف ابويا من زديتن، وجدودي من طرف امي من تاجوره، يعني في اقصى الغرب الليبي، والوالد والوالده عاشوا في درنه معناها اقصى الشرق الليبي، وانا مولود في دوله اجنبيه، ولما رجعت الى ليبيا عشت 23 سنه من عمري في بني غازي. فرجاء تقولي الشراقه هبلو، هذا جو معمر قذافي فكنا منه، قصدي خلاص انقرضت تقريبا يعني. ما اعتقدش انه مازال في ناس تقول لك ان الشراقه غرابه، يعني موضوع غريب شويه يعني. وفي واحد قال لي ليش ما تكلمش عن الاغتصاب، شاطر ليه تتكلم عن اللحيه. الاغتصاب خلاص مسكوا الجماعه اللي اغتصبوا وحطوهم في السجون وحققوا معاهم، وتو يراجعوا في صدور احكام عليهم، وان شاء الله تكون احكام بالاعدام اكيد طبعا. علاش نتكلم عن الاغتصاب؟ انه موضوع انتهى خلاص. وحتى لو الاغتصاب كان مازال موجود يا اخي انا حر، انا بنتكلم عن اللحيه.
يعني سبحان الله ايام كان معمر موجود نتكلم عن الاخلاق يقول لي لا لازم معمر يحول الاول. ايش دخل الاخلاق في قعده معمر؟ وضحت الفكره بتاعي؟ في ناس، في واحد طبعا شخص اخر قال لي ان حلق اللحيه انتظام وليست كرامه. يعني اجبارهم لنا حلق اللحيه هو بيعلمونا الانتظام، مش بيهينونا او ينتقصوا من كرامتنا. وقال لي اللحيه مش مقياس، اللي بيعبد ربي يعبده بينه وبين ربي في الحوش. يعني اللي بيعبد ربي يعبده في الحوش. باهي معلش حضرتك، اختك متحجبه، زوجتك متحجبه، امك متحجبه. انا لو اتبعت نفس اسلوب تفكيرك، اختك مش من حقها تعبد ربي في الشارع، على اساس تتحجب. لا تعدي تتحجب في حوشها. ولا كلامي غلط؟ يعني قال لي بعدين قال لي الاسلام دين يسر مش عسر. ما قال لك ان اللحيه عسر اصلا، بالعكس حلق اللحيه هو اللي عسر ماديا ووقتيا. حلق اللحيه ياخذ منك في وقت، ياخذ منك في فلوس، ويضر حتى في صحتك الجنسيه على فكره. بينما ارخاء اللحيه يوفر فلوسك ووقتك ويقويك جنسيا. هذه ابحاث علميه مش كلامي انا على فكره يعني. واللي بيعتبر الكلمه هذه قله ادب فبنقول له انا اسف، عدي يراجع يعني الادب والاخلاق بتاع الاسلام بعدين تتكلم. يعني حتى الجماع ورد ذكره في القران الكريم لكن بطريقه مؤدبه، فانا ما قلت الشيء، قلت يقويك جنسيا. الكلمه هذه مش عيب ومش غلط اصلا يعني. اوكي؟ ف بعدين قال لي الفتاوى لاهلها. انا ما فتتش اصلا، انا لم افتي. انا قلت من حق الشباب انهم من حق الشباب ان ما حدش يجبرهم على حلق اللحيه. وقلت ان الائمه الاربعه قالوا ان اللحيه فرض. هذه مش فتوى، انا نقلت فتوى عالم. في فرق بين فتوى وبين نقل فتوى عالم. انا قلت ان الائمه الاربعه وكل الصحابه والتابعين قالوا بان اللحيه فرض. هذه ليست فتوى، هذا نقل للفتوى. اتمنى يكون كلامي واضح. بعدين في واحد قال لي لا تنصح العرب. اخي الكريم، العرب السعوديين والمصريين يبعثوا لي في رسائل ويكلموا فيا بالتليفون وانا في دوله اجنبيه، يعني يدفعوا في فلوس ويطلبوا مني، يقولوا لي رجاء تكلم عن هذا الموضوع او تكلم عن هذا الموضوع، لانهم يخافوا من المخابرات عندهم. فيطلبوا مني شخصيا، وعندي عشرات مش شخص او اثنين، عندي عشرات الطلبات من مصر ومن السعوديه اني اتدخل في الشان السعودي والمصري. هذا باستثناء ان لا يوجد شيء في الدين ولا في الشرع ولا في العرف، يعني حتى في الدول المدنيه، يمنعني من التدخل في شان غيري. اوكي؟ بس يعني بالنسبه بتقول لي ان انت هيك تخلي فيهم يسبوا في ليبيا، اولا انا لا امثل الا نفسي، ثانيا انا لم استفزهم ولم اسبهم ولم اشتمهم، فاذا كانوا ما سبوني انا مش ذنبي، يعني انا انتقدت شيء موجود. اوكي؟ بعدين في اخت قالت لي قدوتنا رسول الله وما علمت فيه فظاظه وغلظه مع اعداء الدين. نصحتني الان، قالت لي هي قالت ان قدوتها رسول الله، والرسول كان لين يعني هين وما علمتش عليه فظاظه حتى مع اعداء الدين. نصيحتها لي ان انصح نفسي اولا واحسن من اسلوبي لانه وقح. اختي الكريمه، لو كان انزعجتي، انا شنو قلت؟ انا شنو اسلوب الوقح؟ شنو هو؟ انا قلت ان قانون منع الشباب من الحفاظ على اللحيه هو قانون مستفز وسخيف. اوكي؟ وقلت بان اللي ما يعتبرش محاربه الله سخافه فهو سخيف. وقلت من اجبر النساء ومنعهم من الدراسه في دول كيف مثلا ايران او كيف افغانستان، لو كان تم هذا الموضوع فهو متخلف. وقلت بان الضابط الليبي اللي يمنع الجندي، اللي يمنع الضابط الليبي اللي يمنع الجندي من انه يحافظ على لحيته ويتبع اوامر الله فهو يحتاج الى علاج نفسي. يعني انت اعتبرتي هذا الكلام وقاحه، حتى لو اعتبرتيه وقاحه، ليش انت لم تنصحيني باسلوب مؤدب؟ ليش انت قيمتيني باني وقح او اسلوبي وقح؟ يعني سبحان الله، اذا كان رفضتي اني انا نصف اعداء الدين بالسخافه واللي يحاربوا الله بالسخافه واللي يحرموا المراه من الدراسه بالتخلف، على اي اساس تعطي نفسك الحق بان تصفيني باني وقح؟ فرجاء قبل ما تتكلموا عن شيء رجاء تفكروا كويس. عموما شكرا للي قام بدعمي، وعلى العموم انا اعترف بان اسلوبي كان ناشف شويه يعني، لكن عندي تجارب غريبه انا اصلا. يعني عندي تجارب مثلا مع السعوديين لما دخلوا، او السعودي لما دخل وعلق، فتفاجأت بان واحد قال انت لست مسلم. قلت يا رب يسرع ما يطلع عندنا النوعيه هذه في ليبيا.
قال لي أنت لست مسلم، أنت يهودي. أعطاني 3 خيارات: إما أن يكون يهودي يتقن العربية من المنظمة اليهودية التي تخرج اليهود كأنهم مشائخ بلحاهم وكأنهم عرب بغرض الفتنة، أو أني إنسان واضع اللحية كديكور بغرض الحقد الكبير في قلبي، أو أني أنا أتفلسف وأريد قيادة شباب السعودية. خسائت الملك سيدك وتاج راسك، خسائت يا حمار يا غبي يا جاهل، كل الشعب مؤيد للحكم. يعني شفت النموذج اللي أنا أتعامل معاه باستمرار. أنا شين قلت من كلام هذا المقطع؟ أدعو فيه الحكومة الليبية أنها تمنع قانون منع اللحية. نجد أحد يدخل ويقول بأني أحاول قيادة شباب السعودية. إيش دخل الموضوع هذا كله في السعودية أصلا؟ على العموم ما علينا. بعدين في شباب قالوا لي بأن زعلوا مني لما قلت تعدوا وتظاهروا في الساحة الخضراء. أنا آسف يا أخي، يعني عشت 23 سنة وأنا أقول الساحة الخضراء، فمن حقي نغلط مرة مرتين، لكن ربي يعلم بالنية. هي معروفة أن ساحة الشهداء، هذا أمر مفروغ منه يعني، فرجاء العذر لشهداء ليبيا يعني. وبس. طبعا ما زلت مستني تعليقاتكم. هو المقطع أنا حطيته أمس، يعني حتى له أقل من 24 ساعة، وإلى الآن دخل عليه 900 شخص، فحبيت إني نجمع التعليقات ونحاول نرد عليها بأسلوب يعني نوضح الأخطاء اللي ممكن صارن. وإذا كان حد فيكم طرح فكرة معينة برضو حنطرحها في الجزء الثالث، يعني إن شاء الله ما زال في جزء ثالث كيف ما قلت لكم، ورابع وخامس. وأكرر طلبي رجاء، لازم تحافظوا على كرامة دينكم. وبالنسبة اللي يقول لي هذا الموضوع تافه، أقول له لو سمحت لو سمحت تخيل الوضع بالعكس. تخيل لو أن الجيش الليبي أجبر كل شاب ليبي على إعفاء اللحية، شنو بيكون تعليقك؟ أنت واحد من الناس حتقول لا هذه ظلم، هذه ديكتاتورية، صح ولا لا؟ فعليش حضرتك ما تقيمش الآن إجبارنا على حلق اللحية بديكتاتورية؟ فما تكيلوش بمكيالين، لا تكيلوا بمكيالين. وبالنسبة اللي يقول لي الإسلام دين عسر مش يسر، واللي بيعبد ربي يعبده في الحوش، نبغى نقول له خلاص معنا نسكر الجوامع ونمنع الصبايا من الحجاب عشان يقعد الدين في الحوش مش في الشارع. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.